السكر في عام 2025. نتابع تفاصيل أكتر في التقرير التالي. بنرحب بيكم. احنا النهاردة في الملتقى العربي الخامس للسكر، دي الدورة الخامسة له. في الملتقى العربي الخامس للسكر الحقيقة كان عندنا عدد كبير من الأطباء المصريين من كل المدن المصرية ومن كل مكان في مصر الحقيقة، وكان عندنا عدد من الضيوف العرب سواء كان من السعودية أو من السودان أو من اليمن أو لبنان، دول أخرى الحقيقة. وبرضك الهاجس الأساسي في الملتقى ده هو زي كل المؤتمرات الأخرى كان تدارس حجم ومشكلة السكر في المنطقة بتاعتنا. المؤتمر مختص بدراسة مرض السكر في العالم العربي، وفي ممثلين أطباء وباحثين علميين من مختلف الدول العربية. كل طبيب بيعرض وكل دكتور بيعرض مشكلة السكر في بلده والأبحاث اللي اتعملت عن انتشار المرض وعوامل المرض، وبيقدم كمان نبذة عن الخدمة الصحية والرعاية الطبية المقدمة في بلده لمرضى السكر. مريض السكر زي ما انا قلت النهارده ممكن جدا لا يشعر ابدا بالتغيرات اللي هي ناتجه عن اعتلال الشبكيه السكري الناتج عن مرض السكر غير في مراحل متاخره جدا، ودي بتبقى مرحله حتى صعب العلاج او صعب ان احنا نحاول نحافظ على الابصار عنده. فالنصيحه دايما لمريض السكر ان احنا اول ما نشخص بمرض السكر لابد فورا نتجه الى حد متخصص في امراض الشبكيه. دكاتره العيون طبعا تخصصات مختلفه، لكن دكاتره الشبكيه بالذات توجه لحد فيهم ويفحص لي قاع العين ويحدد لي المرحله اللي بتاعت تاثر الشبكيه اللي موجوده حاليا وازاي اتابع بعد كده وجدول المتابعه يمشي ازاي. الطريقه الوحيده ان احنا نتحاشى بيها حدوث السكر او نمنع للناس اللي هم عندهم ما قبل السكر انه يتحول فعلا الى سكر فعلي ان احنا نظبط وزننا ونظبط حياتنا ونظبط اكلنا. المسؤوليه بتقع من 1 ل9 قبل ال10، يعني اللي عايش البوينت الاخيره دي بس تقع على المريض او اللي هو معرض، تقع على الست